all Kuwaitis, good players. We respect him, all 11, and substitute who will coming, and we will prepare for all of them, not just for one. طبعا يقول بانك تحدثت بالتحديد عن لاعب واحد وهو محمد دحام، ولكن قد لا اوافقك الراي في هذه النقطه، فجميع لاعبين الكويت مميزين ونحضر لمواجهه 11 لاعب بالاضافه الى اللاعبين البدلاء. احترامنا كبير لجميع لاعبين المنتخب الكويت وما قدموا في المباريات الماضيه. اعلامي بحريني، السؤال موجه للكابتن مهدي حميدان. مهدي، كيف حضرتوا انتم وزملائك لمباراه الكويت من الناحيه الذهنيه؟ شكرا. طبعا يعني هذا على المستوى الشخصي، واغلب اللاعبين عندهم خبره في بطوله الخليج. ممكن اقول هاي رابع مره او ثالث مره على التوالي المصري يلعب نصف نهائي، فاحنا نتعلم من الاخطاء. عادين نفسنا ذهنيا، خصوصا يعني تركيزنا صار اكبر بعد الخساره بعد مباراه اليمن. فاعتقد ان اغلب اللاعبين او خلينا نقول جميع اللاعبين مستعدين للمباراه، وان شاء الله تستمتعوا معنا في المباراه. The question was how do you prepare yourself mentally for this game, and the player answered, of course, we as a player we have a big experience in this tournament. It's the third or fourth time in a row we play a semi-final, so we have to learn from our previous mistake to avoid it in this time. We are totally ready, and after the last game against Yemen, we are focusing much more on this game. So we wish to make you happy.